انا مش عارف نوع مراتي ايه، راجل ولا ست. من يوم فرحي ويوم دخلتي واللي اكتشفته بعد كده كان مصيبة، ومش عارف افكر ومش عارف اتصرف ازاي. قولولي رأيكم، قولولي اعمل ايه. الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. صاحب المشكلة بيقول: انا شاب عندي 37 سنة من عيلة ميسورة الحال، كلنا شغالين في السياحة، وانا عندي شركة سياحية خاصة بي. كان فكرة الجواز مستبعدة شوية، مش عشان حاجة، بس أنا ليا مواصفات خاصة في شريكة حياتي. مواصفاتي كانت بنت يكون عودها فرنساوي، ويكون معالم الأنوثة عندها مش طاغية أو مش مثيرة. أنا طبعا عارف إن خلاف ناس كتير وخلاف شباب ورجالة كتير، بس أنا ليا تفكير خاص، وده اللي كان بيريحني. طبعا اخواتي كلهم اللي اصغر مني اتجوزوا، وجيت في يوم امي تعبت جدا، لقيتها قعدت معايا وطلبت مني اني لازم اتجوز، علشان كده انا سني بيكبر ولازم يبقى ليا ولد او بنت. هنا قلت لها انا مش معترض، وفعلا انا ما كنتش معترض. انا على طول وانا شغال كنت ببص للبنات اللي كنت بشوفها ومن تحت لتحت كده، علشان اشوف ممكن ارتاح لحد او لا، بس للاسف ما لقيتش المواصفات بتاعتي. هنا لقيت ماما بتعرض عليا بتقولي: خلاص انا هشوف لك واحده قريبتنا، هشوف لك واحده معرفه، المهم تتجوز. ساعتها قلت لها لا خلاص انا هتجوز، بس ما اتجوزت بالطريقه دي. وفعلا عدى على الموضوع ده حوالي شهرين، وانا قاعد في امانه الله في الشركه، لقيت واحده داخله بخصوص شغل، واول ما شفتها لفت نظري انها فيها نفس المواصفات اللي انا بتمناها، وهي ان عودها فرنساوي ومعالم الانوثه عندها بسيطه، يعني مش مثيره زي ما انا كنت عايز. فعلا قعدت معاها وعرفت انها من دولة عربية ومغتربة وجاية هنا علشان شغل هي واخوها. قعدنا نتكلم شوية، ومن هنا اعجبت بيها، وتاني مرة تقريبا اول ما جات لي طلبت منها الجواز. ساعتها وافقت ورحبت بالموضوع، وقالت لي خلاص المفروض انك تقابل اخويا، لاني انا واخويا بس اللي موجودين هنا. وسألتها عن ابوها وامها، قالت لي بابا وماما ميتين. طلبت منها تحدد لي ميعاد مع اخوها، وفعلا رحت قعدت مع اخوها. دخلت اشوف اخوها، لقيت اخوها صورة طبق الاصل منها. ساعتها عرفت ان هم توأم، بس الفرق ما بينهم سبحان الله ان دي بنت وشعرها طويل وده ولد. المهم قعدت معاه وطلبت ايديها، وهنا لقيته بيطلب مني طلبات كتيرة جدا، وتحس ان هو طمعان فيا. طلب مني مؤخر، وطلب مني مهر كبير جدا مبالغ فيه، وقال لي كمان ان هو عايز فيلا خاصة لاخته. وطبعا لما اعترضت على كل ده قال لي معلش احنا مغتربين وغرب في المكان، وطبعا انا بأمن اختي وده شيء ما يزعلكش. بعدها رحت عند امي وقعدت معاهم وقعدت مع اهلي، وقلت لها اني نويت اتجوز، وعرضت عليها البنت ووريتها الصوره، وقلت لهم على طلبات اخوها. وطبعا امي اول ما شافت وابويا اول ما شاف كل ده اعترض، قال لي ايه ده كتير قوي عليها اللي انت هتدفعه ده هي بنت عاديه جدا، يعني ازاي بعد كل السنين دي وبعد ما عرضنا عليك بنات كتير وانت شفت ناس كتير كنت رافض الجواز منهم، وفي الاخر تجيب واحده من وجهه نظرهم انها رفيعه وما عندهاش معالم انوثه. ساعتها عندت معاهم وقلت لهم لا هي دي اللي انا اخترتها وهي دي اللي انا هتجوزها. ولما لقوني مصمم عليها طبعا وافقوا وجم معايا، وحددنا ميعاد الخطوبه وحددنا ميعاد الفرح. وفعلا اتخطبت انا وهي. ايام الخطوبه بنخرج مع بعض زي اي اتنين مخطوبين، وكان بيحصل ما بيننا وما بين بعض مشاكل. في يوم وانا قاعد معاها وبنتكلم وبتناقش فاختلفنا في موضوع ما، فجأة لقيت صوتها اتغير 180 درجة، من صوت أنوثة لصوت راجل غليظ. فاستغربت ساعتها وبصيت لها كده وانا مستعجب. حسيت الناس حواليا كلها بتبص على الصوت ده، الصوت ده طالع منين؟ وهنا قلت لها ايه في ايه، مال صوتك اتغير كده ليه، دي غريبه. قالت لي مفيش اي حاجه، ده انا بس لما بتنرفز او بتعصب بيبقى عندي حاجات في الهرمونات فبتقلب صوتي لصوت تخين، بس الموضوع موضوع وقت كده. بس الدكتور ساعتها قال لي الحاجات دي تتظبط عشان دي هرمونات. اخدتش وديت في الموضوع وعديته، وبدأنا نحضر لميعاد الفرح. وهنا كان فرح تقريبا زي ألف ليلة وليلة زي ما الناس كانت شايفاه يوميها، وأنا كأي عريس فرحان إن أنا خلاص كمل نص دين. وكان يوم جميل جدا وكلنا كنا مبسوطين، وخلصنا الفرح وروحنا على بيتنا. بعد ما روحنا على بيتنا ودخلنا اتفاجئت بالمفاجأة الكبيرة. اتفاجئت اول حاجه ان شعرها الجميل الطويل ده مش شعرها وباروكه، وان شعرها صغير جدا والمفروض ان هو في مرحله ان هو لسه هيكبر. بعد شويه طبعا من المفاجاه ببص لقيتها راجل مش ست. حتى المعالم اللي كانت موجوده اللي المفروض انها معالم انوثه بسيطه ما لقيتهاش هي كمان، لقيت راجل قدامي بمعنى الكلمه. قعدت على جنب من الصدمه واستغربت وانا ببص لها ومتنح لها، بقول لها انت مين؟
لقيتها بتتنرفز عليا بتقول لي انا مراتك، يعني ايه انا مين؟ قال لها انا ازاي، انا مش فاهم حاجه، ما فهميني. قالت لي ابدا، انا عملت عمليه تحويل، المفروض اني انا كنت راجل بس كان الدكاتره بيقولوا ان انت مايله للستات، فانا عملت عمليه تحويل والمفروض دي مراحل، فاديني حوالي 3 شهور ولا حاجه وبعد كده هتلاقيني ست كامله وهتلاقي العمليات كملت وهتلاقي عندي معالم انوثه. وقعدت تتكلم كلام كتير وانا مش شايف قدامي الا واحد راجل. ساعتها قعدت اصرخ في وشها وقلت لها انتوا ضحكتوا عليا، انتوا واخوكي، انت ازاي ما قلتليش حاجه زي كده؟ انت بتتكلمي في ايه؟ انت بتتكلمي في معالم ايه وتحويل ايه؟ وفعلا انا يوميها شفت جسمها، لقيت فعلا مكان عمليات معموله. وطبعا انا جالي ذهول ساعتها وقلت لها انا مش دي مشكلتي، مش مشكلتي انت بتحولي ولا مشكلتي العمليات، انا الكارثه الكبيره ان انا متجوزك ست. فين الست اللي انا اتجوزتها؟ يعني انت دلوقتي داخله عليا بتقولي راجل، انا مالي انت تحولي ولا ما تحوليش؟ انتوا كده كدبتوا عليا. اول ما سمعت بقى اني بقول لها انتوا كدبتوا عليا وبزعق فيها، قالت لي والله لو مش عاجبك طلقني واديني حقوقي. وهنا اول ما قالت لي اديني حقوقي كتب على نفس حاجات مهر مؤخر كبير جدا. وهنا اكتشفت ان هي واخوها كانوا بينصبوا عليا، وساعتها فهمت اخوها ليه طلب مني مهر مؤخر كبير، علشان عارف ان انا يوم ما اكتشف انها راجل هطلقها. طبعا لما اطلقها تاخد مني الفلوس اللي هي عايزاها. ساعتها سكت واخدت نفسي ونمت بره في الريسبشن. قعدت على الموضوع ده شهرين وانا بنزل الشركه مكتوم وبرجع مكتوم، مش قادر اكلم حد ولا قادر احكي لامي ولا لاخواتي. طبعا هم كلهم وقفوا ضدي وانا اللي كنت مصمم على الجوازه، وما بقتش عارفه افكر. كل ما حد يدخل عندي الشركه يجي يبارك لي بقى كاني عريس جديد بقى ومبسوط، وانا بتحرق من جوه ومش عارفه اتصرف. دماغي مودياني في حتت كتيره. قعدت افكر ممكن اتخلص منها هي واخوها واخلص، لانهم غشوني وغل جوه قلبي رهيب ومش عارف اتحكم في نفسي. فانا دلوقتي مش عارف اتصرف ومش عارف اعمل ايه في الموضوع ده، فقولوا لي رايكم. والله مبدئيا قبل ما اقول رايي عايزه اقول لك بس، واي حد ممكن يقع في نفس الفخ اللي انت واقع فيه ده، المشكله بتاعتك الاساسيه ان انت عنيد، وعندك ده وداك في حته تانية خالص، ونساك انك تسال على البنت اللي انت هتتجوزها، سواء كانت من بلد عربيه او من مصر مفيش مشكله، لازم تسال عليها وتعرف هي فين بالظبط علشان تقدر تجمع معلومات وساعتها ما تقعش في الفخ اللي انت وقعت فيه ده. يعني بما انك راجل مقتدر وتقدر تبعت حد او تقدر تسال عن طريق السفارات، تقدر توصل لمعلومات من اي جهه. يعني انا متهيألي كان سهل بالنسبه لك، بس واضح انك العند اخدك ونسيت خالص انك تسال عنها وتسال عن اهلها. وساعتها لو كنت سالت كنت هتعرف ان هما ولدين مش ولد وبنت، بس للاسف انت وقعت في الفخ اللي هما رسموه لك. طيب هتعمل ايه؟ هي سهله، يعني بعيد بقى عن الانتقام وبعيد عن انك تتخلص منهم، مش منطق وهتودي نفسك في داهيه. يعني انت تتجه للمحكمة وتعمل بطلان عقد وان هو حصل تحت الغش والتدليس علشان تقدر تاخد حقك، وفي نفس الوقت تثبت انها راجل عن طريق الورق. وبالتأكيد هتلاقي ورق موجود باسمها او باسمه، وبكده تقدر تاخد حقك منها وتبطل العقد، وهي ما تاخدش منك اي حاجة، بل بالعكس انت ممكن تحبسها وترجع عليها بقضية تزوير كمان. لاني انا اسمع في عملية التحويل دي مش سهل انها تغير ورقها بسهولة او تغير اسمها بسهولة. فاحساسي بيقول انها هي واخوها سابوا البلد اللي هم فيه علشان خاطر هم زوروا ورق باسمها الجديد اللي تقدر تتعامل بيه في البلد اللي هي فيها لما نزلت علشان تشتغل في مصر. فمتهيالي ده الحل الامثل ليك من غير اي شوشره ومن غير ما تعمل مشكله كبيره. انت الجأ للقضاء ويبقى معاك محامي كويس وهو هيقوم بالاجراءات اللازمه، وممكن كمان تعمل لها قضيه تزوير لما تشوف ورقها، لان الورق بالتاكيد باسمها القديم وهو اسم راجل، هي انتحلت صفه امراه، وكده تقدر تاخد حقك منها تالت ومتلت. ده كان رايي، وانا هسيب الراي للمتابعين يكتبوا لك في الكومنتات، وناخد بالنا قبل ما نحط ايدينا في ايد حد سواء جوه مصر او بره مصر نسال عليه علشان ما نقعش في الفخ ده تاني. ودي كانت حكايتنا، وخليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.